علب الجبنة اللي كنا بنرميها وكمان ازاز الزيت دي بيطلع منها افكار حلوة جدا، وكمان فعلا بتتعمل بمنتهى السهولة ومحدش خالص كمان بيصدق ان احنا عملناها بايدينا. النهارده بقى هنستفاد بيها وهنعمل كده بيها افكار حلوه جدا تفيدنا في حاجات تانية بعد كده. كان عندي هنا بقى علبه جبنه، هبتدي ان انا اجيبها وهبتدي ان استخدم الستيكر ده. ممكن طبعا نستخدم اي الوان تانية احنا حابينها. هستخدم علبتين وهغلفهم هنا بالستيكر اللي احنا شفناه، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجي وافتح فتحه بسيطه جدا بالشكل ده. نفتحها بقى بمقص او بمفك، مفيش مشكله. حط لايك جميل زيك وانزلي كده في الكومنتات اكتبي لي تعليق ايديك الجميله، وكمان ما تنسيش تكتبي لي برده كده عايزين نعمل اعاده تدوير لايه الفتره الجايه مع بعض. بعد كده بقى هستخدم هنا خيط مكرمية. ممكن طبعا نستخدم اي حاجة تانية للتزيين لو احنا حابين، بس خيط المكرمية بقى حلو كده وكمان سعره حلو وكمان فيه منه الوان كتيرة جدا، فممكن طبعا نعمل بيه حاجات كتيرة قوي. عملنا الضفيرة بتاعتنا وزي ما احنا شايفين مع بعض، هبتدي ان انا اثبتها على الجزء اللي هيكون فوق كده من عند العلبة بتاعتي. اضغط كويس علشان طبعا الشمع بتاعي يمسك معايا كويس جدا. قصي بقى الزياده بتاعتك وخدي كده الباقي، وهبتدي برضو ان انا اثبت الجزء التاني كده ناحيه تحت علشان الشكل عندنا يكون مظبوط من فوق وكمان برضو من تحت، ويكونوا كمان لايقين على بعض اكتر واكتر. واللي احنا عملناه في العلبه دي هعمله برضو في العلبه التانيه بنفس الطريقه. اي بقى قطعه كرتون كده عندك حلوه ابتدي برضو ان انت غلفيها بنفس الستيكر اللي استخدمتيه قبل كده. طيب الستيكر ده بيتباع فين وممكن بقى نشتريه منين؟ عارفين انتم محلات بتاعه الادوات المنزليه هتلاقوه متوفر جدا عندها، وكمان بيتباع رخيص مش غالي، لان دلوقتي ستات البيوت بيستخدموه في حاجات كتيره جدا. في اي محل عنده ادوات منزليه هتلاقوه بيتباع كده في كرتونه قدام المحل. وزي ما احنا شايفين مع بعض خلاص كده بقى غلفنا الكرتونه بتاعتنا والدنيا كلها تمام. هروح برضو ناحيه ورا وهبتدي برضو ان انا احط قطعه تانية بالشكل ده. عملت ضفيره كمان برضو من نفس الخيط اللي معايا، وهبتدي برضو ان انا اثبتها كده واعمل اطار لقطعه الكرتون اللي معايا. هتحدد لي بقى قطعه الكرتون بتاعتي وهتديها كمان شكل احلى واحلى. طبعا لو احنا سيبناها كده مش هتبقى حلوه خالص. حطي اي حاجه للتزيين حتى كمان لو كانت بسيطه. اوقات كده البساطه نفسها بتدينا شكل احلى لما يكون كده الدنيا كلها زحمه. كده خلاص ده اخر جزء. هبتدي برضو ان انا اقص كده الزياده بتاعتي، وبعد كده بقى هاجي هنا وهبتدي ان انا احط الشمع بتاعي بالشكل ده. ونجيب بقى الجزء بتاع العلبه بتاعتنا وابتدي ان انا اثبتها كويس جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. بس طبعا مش هنكتفي بكده. ثبت واحده ناحيه تحت وهاجي دلوقتي التانيه وهبتدي برضو ان انا احط فيها الشمع بتاعي واضغط عليها كويس بالشكل ده. طبعا مش ناسيين الفتحات اللي احنا كنا عملناها في الاول خالص. هبتدي برضو ان انا اعملها في قطعه الكرتون نفسها زي ما احنا شايفين، وبعد كده هجيب اي بقى خيط عندي، وطبعا هنا مستخدمين خيط مكرميه، فهبتدي ان انا اكمل بيه وادخل بقى الخيط بتاعي بالطريقه دي كده ونعقد كده من ناحيه ورا عقدتين كده محترمين علشان طبعا تمسك معايا كويس جدا ونشيل الزياده بتاعتنا. وعملت برضو كده العلبه بتاعتي اللي هي تحت كده برضو بنفس الشكل. وبعد كده بقى محتاجه ان انا اعمل تعليقه، فالتعليقه دي هدخلها برضو من الجزء نفسه اللي هو ناحيه فوق ده، وهبتدي ان انا اعقد كده عقدتين برضو محترمين علشان طبعا تمسك معايا كويس جدا. وزي ما احنا شايفين مع بعض كده خلاص عملنا التعليقه بتاعتنا والدنيا كلها تمام. ممكن بقى لو انت حابه تحطي كده اي حاجه للتزيين حطي، مفيش مشكله خالص. حطيت بس هنا كده كذا ورده هتديها شكل حلو قوي، وهستخدمها بقى بالطريقه دي كده. عملنا منظم بمنتهى السهوله هياخد حاجات كتيره جدا نحطه بقى في اي مكان احنا حابينه، اذا كان بقى في الحمام او حتى كمان في المطبخ زي ما تحبي. عندك جراكن ممكن طبعا تعملي نفس الفكره بتاعتنا كده برضو بجراكن، هتكون برضو حلوه قوي. حطي بقى كده لايك جميل للفكره اللي عدت، ويلا بينا بقى دلوقتي الفكره اللي بعد كده. طالما عندنا علب اكيد برضو بيكون عندنا غطيان. هجيب بقى الغطا بتاعي زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنا الستيكر بتاعي كده كان خفيف. هبتدي برضو ان انا احط كده 2 فوق بعض، مفيش مشكله خالص علشان بس الكلام اللي تحت طبعا الستيكر بتاعي ما يبانش. وبعد كده نجيب بقى القطر بتاعنا او المقص بتاعنا اللي هيكون سنه رفيع كده وحلو، وابتدي بس ان انا امشي كده في الزوايا علشان كل الزياده دي هبتدي ان انا اشيلها، وطبعا هتتشال معانا سهل جدا. موضوع بسيط قوي مفهوش اي مشكله خالص. وعلى فكره الفكره دي حلوه جدا، وكمان تحسوا كده انها كيوته قوي في نفسها كده. جبت كمان بقى هنا الجزء ده كان عندي كده من علبه بلاستيك برضو، هبتدي ان انا اجيبه وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي بس ان انا اغلفه كده بخيط مكرميه. حطيت كده نقطه شمع كويسه في الاول، وبعد كده همشي لحد ما نوصل للنهايه، وبعد كده هحط برضو نفس نقطه الشمع بتاعتنا اللي احنا حطيناها في الاول. وكده خلاص غلفت بقى الجزء اللي معايا والدنيا كلها تمام. وزي ما قلنا هبتدي بقى ان انا اقفل نقطه الشمع بسيطه قوي، وبعد كده طبعا اشيل الخيط اللي هيكون عندي زياده. طيب هنعمل بيها ايه بقى الجزء اللي احنا عملناه مع بعض ده؟ هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجيبه. كل بس اللي انا هعمله هحط هنا نقطتين شمع الناحيه دي وكمان الناحيه التانيه، واثبت بقى الجزء ده في النص بالطريقه دي من ناحيه جوه. وبعد ما خلاص بقى مسك والدنيا كلها تمام، لو قبل كده شمع زياده اول باول كده شيليه.
جبت هنا بقى كمان كده اللولي كده الشريط، وهبتدي ان انا اثبته هنا، هيديني شكل حلو جدا، وكمان هيكون لايق برضو على اللون الابيض بتاعنا اللي هو ظاهر بتاع الغطا نفسه. وزي ما احنا شايفين مع بعض ده هيكون الشكل عندي لحد دلوقتي. طيب ممكن بقى نزود ايه كده علشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى؟ ممكن بقى احط كده ورد صغير زي اللي معايا ده، هيديها شكل حلو قوي، وكمان برضو كده هيكسر لي كل بقى الالوان اللي عندي دي، وكمان هيديها شكل حلو جدا لو احنا كده سيبناها ساده. تعالوا بقى دلوقتي كده نحط كمان كده 4 لوليات حلوين كده من تحت علشان بس نعليها شوية. دلوقتي بقى هنشوف هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. هستخدمها بقى كده كمنظم لأدوات الميك اب بالطريقة دي، هتلم لنا حاجات كتيرة قوي، وزي ما احنا شايفين طبعا فكرتها بسيطة جدا. حبيتي بقى تحطي حاجات اكتر كبري الغطا، فهياخد معاكي طبعا اكتر بكتير. انا قلت لك الفكرة وانت اعمليها بقى بأي غطا متوفر عندك. ودي بقى كانت تاني فكرة عندنا النهاردة. يلا بقى بينا دلوقتي نروح لتالت فكرة عندي النهاردة. والتالت فكرة عندي النهاردة بقى هستخدم فيها أي إزازة كلور عندنا، إذا كانت دي بقى أو الشكل التاني أو أي حاجة تكون نفس الشكل ده. وزي ما احنا متعودين ما بنشيلش الستيكر إلا طبعا ما بنقص كده كل حاجة عندنا من فوق علشان دي هتكون العلامة بتاعتي. بعد كده أشيل براحتي بقى خالص، الموضوع هيكون سهل جدا ومفيهوش أي صعوبة. هاجي بقى هنا وهبتدي ان انا احط الشمع بتاعي كده بشكل طولي، وهستخدم هنا بقى العصيان بتاعت خفض اللسان دي، حلوه جدا وعلى فكره رخيصه وبتتباع في اي صيدليه، هتلاقيها متوفره جدا، وبتتباع برضو على فكره في اي مكتبه. هبتدي بقى دلوقتي كده ان انا اثبت كده واحده جنب التانيه لحد ما داري بقى خالص ازازه الكلور اللي معانا دي. في برضو من العصيان دي على فكره بتكون ملونه، بس انا بصراحه كده ما بحبهاش لانها استخداماتها تحسوا كده ان هي محدوده قوي. اما الشكل الخشب ده بقى بيبقى حلو جدا وبنعمل بيه افكار كتيره قوي. الملونه بقى بتبقى محتاجه نعمل بيها مهارات الاطفال، اشكالها بقى بتكون مختلفه وكمان شكلها بيكون كده ملون، فطبعا بتلفت نظرهم اكتر. كده خلاص وصلنا بقى دلوقتي للنهايه، وزي ما احنا شايفين مع بعض ده هيكون الشكل بتاعي. اي شريط بقى عندك هنا للتزيين استخدميه. حبيت بقى ان انا استخدم الشريط ده، هيكون لايق جدا طبعا على اللون الخشبي بتاعنا. حاطين كده جزء تحت وكمان برضو كده جزء فوق، وزي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي بقى هنعمل فيونكه بسيطه جدا علشان طبعا ابتدي ان انا اثبتها. اعملي بقى الفيونكه باي طريقه انت حباها، ممكن جدا نعمل الطريقه اللي معايا، وممكن برضو نعمل الطريقه التانية اللي احنا طبعا عملناها مع بعض كتير قبل كده. هنا بقى انا هعمل الفيونكه بتاعتي كده على الظهر، مش حابه برضو ان هي تكون بقى حته الكلف باينه، فحبيت برضو ان انا اعملها كده ساده علشان برضو يكون في اختلاف، وعلى فكره هيدينا برضو شكل احلى بكتير لو احنا عملناها كده في الاول. هثبت بقى الجزئين دول، وبعد كده نعمل بقى الشريط من تحت كده القصقصتين الحلوين اللي احنا طبعا عارفينهم بتوع الفيونكه. لو انت بقى حابه كده تضيفي اي حاجه في النص لولي بقى او حتى وردتين كده حلوين زي اللي معايا دول، حطيها هيديها شكل احلى بكتير. وثبتها بقى في النص بالطريقه دي، وهستخدمها طبعا كمنظم. ممكن بقى نحط فيها كده فرش الاسنان وكمان المعجون زي ما احنا شايفين دلوقتي. حطوا بقى كده لايك جميل للفكره اللي فاتت، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح للفكره اللي بعد كده. الفكره دي بقى محتاجين بس ان احنا يكون عندنا كده اي ازازه زيت. هحط بس فيها كده نقطتين بريل كده كويسين، وبعد كده ارجها رجتين برضو حلوين، وبعد كده اصفيها، وبعد كده بقى نشتغل فيها براحتنا خالص. هبتدي ان انا اقص كل الزيادة اللي فوق زي ما احنا شايفين مع بعض، واسيب بس كده جزء ناحيه ورا، وهنزل على تحت كده على ما فيش زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هي دي القصه اللي انا محتاجاها. وبعد كده هستخدم بقى اي برضو ستيكر يكون متوفر. طبعا الستيكر ده في منه الوان كتيره جدا، ولو تلاحظوا ان احنا بنعمل برضو الوان كتير وبتشوفوها معانا. لو انت حابه تستخدمي اللون الذهبي هيكون برضو حلو جدا في الفكره دي. بعد ما خلاص بقى ثبت الستيكر بتاعي، هسيب بس كده الزياده، والزياده دي بقى دلوقتي هعمل قصاقيس بتاعتنا، وبعد كده هدخل بقى الزياده بتاعتي دي كلها ناحيه جوه، فهتديني طبعا شكل مظبوط جدا، وكمان الشكل هيكون احلى بكتير لو احنا عملناها ناحيه بره بس، علشان بقى لو اي حاجه كده بانت فتكون طبعا باينه شكلها كويس. وهنا كمان عندي زياده، فبرضه هبتدي ان انا اعمل القصاقيس بتاعتي كده، وكل الزياده دي هدخلها ناحيه جوه زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقه دي. اما بقى الجزء اللي هيكون باين فهبتدي برضو ان انا اداريه كده بجزء تاني من الستيكر اللي معايا بالشكل ده. وهنا خلاص حطينا الجزء بتاعنا، وبعد كده همشي عليه بالمقص علشان طبعا كل الزياده دي طبعا نشيلها. طيب دلوقتي بقى محتاجه ان انا اظهر الشكل بتاعي. ممكن احط ايه؟ انا حبيت هنا بقى ان انا احط كده الشريط الذهبي ده، فهيدينا شكل حلو جدا، وكمان برضو هيحدد لي كده الاجزاء بتاعتي اللي انا محتاجه ان هي تتحدد. حبيتي بقى تحطي كده خيط مكرميه برضو هيكون حلو جدا، وتعملي ضفيره برضو حلوه كده وبسيطه، هيديكي برضو شكل حلو قوي. انا كان عندي الشريط ده فطبعا حبيت ان انا استخدمه علشان الدنيا كلها تكون ظاهره اكتر واكتر. طيب الشريط ده بيتباع فين؟ عند اي محل بتاع ادوات خياطه هتلاقيه متوفر عنده.
وفي منه كمان الوان كتير ورخيص جدا، مش غالي ولا اي حاجه، وعملنا بيه افكار كتيره جدا وكلها كانت افكار حلوه قوي عجبتكم قوي. حطيت كده جزء ناحيه بره، وهبتدي كمان دلوقتي بقى ان انا اثبت جزء تاني كده ناحيه جوه، علشان الشكل عندنا كده لو بان من جوه يكون برضو حلو وكمان لطيف. وكده خلاص بقى قصينا الزياده بتاعتنا والدنيا كلها تمام لحد هنا. اوعى بقى ننسى ان احنا نحط كمان جزء كمان تحت بالطريقه دي، علشان طبعا الدنيا كلها تكون كامله عندنا. وكده خلاص حددناها بقى كلها. ممكن بقى هنا نحط فيونكة زي ما انا عملت كده، هتدينا شكل حلو قوي وكمان هتكملها. اما بقى من ناحيه ورا فهبتدي ان انا افتح فتحه بسيطه جدا، وبعد كده بقى ابتدي ان انا اعلقها من الفتحه دي. ممكن كمان ما نعلقهاش ونسيبها كده ونحطها في اي مكان احنا حابينه ونستخدمها زي ما هنشوفها دلوقتي. نحط بقى فيها اي حاجه احنا حابينها، وممكن طبعا نعلقها وهنشوف دلوقتي هيكون شكلها عامل ازاي لما تتعلق. نعلقها بقى برضو في الحمام، نعلقها في المطبخ، نعلقها في اي حاجه، هتكون شكلها حلو قوي. ده كان فيديو النهارده، اتمنى فعلا يكون عجبكم. حطوا كده لايك جميل زيكم، واستنوا ان شاء الله فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله وامنه. السنه طبعا تعالوا